مشكله عناصر شبابيه خبره ما عندها، يعني قليله الخبره. نحاول دائما نشتغل عليهم على الامور التكتيكيه، نشتغل وياهم على اللعب الواقعي، الاشياء اللي ممكن تفيدنا وتساعدنا في الملعب. يعني لكنه بالتالي انه اغلب الاهداف اللي جرت علينا هي اخطاء فرديه للاعبين خصوصا في خط الدفاع، ولذلك بالتالي انت من ترتكب اخطاء فادحه في خط الدفاع اكيد انه تستقبل. وبنفس الوقت يعني يمكن نشوف هاي المباراه الثالثه انه نخلق فرص، لكن بالتالي احنا ما نسجل، الفريق انه ما يسجل والفريق انه يعطي اخطاء ساذجه في خط الدفاع اكيد بالتالي انه يدفع ثمن انه يخسر النقاط كامله. فبالتالي انه حقيقه ان الفريق يحتاج نوعيات لاعبين، يحتاج اجانب. يعني حتى الفريق يعني يمكن اجانب اثنين بي، ويعني الاجانب مثل ما الكل شافهم. يعني بالنسبه للفريق صاعد من الدرجه الاولى لعمان انت محتاج لاعبين اجانب يكونون عون الى لاعبين، يعني كلاعبين الاجانب اللي عبري، الان في نادي عبري اللاعبين الاجانب عاملين فارق كبير، فلذلك نادي الوحده محتاج لاعبين اجانب على مستوى عالي وتطعيم بعض المراكز اللي مطلوب انه تطعم في سبيل انه الفريق يحقق نتائج في الدور الثاني. اول شيء